تخيل لاجئ بسيط بيبدأ حياته من الصفر، لكن بدل ما يلاقي شغل عادي يتحول لأشهر سارق بنوك في البلد. والأغرب إنه كان لازم قبل كل عملية سرقة يشرب إزازة ويسكي. بيبدأ الفيلم معانا بشخص اسمه أتيلا وهو بيشرب ويسكي، وبنعرف إنه لسه مستمر في سرقة البنوك، والنهاردة خارج تاني عشان يسرق بنك جديد. لكن فجأة بنشوفه في مكتب ضابط شرطة بعد ما تم القبض عليه، وبنعرف إن أتيلا سرق 26 بنك خلال ال6 سنين اللي فاتوا. لكن قبل ده بنرجع نشوف طفولته. والده كان مش معاه فلوس يربيه، فتم تبنيه من عيلة تانية، لكن أتيلا كان دايما بيعمل مشاكل، وده خلى العيلة تبعته لمدرسة خاصة. والمدرسة دي ما كانتش سهلة خالص، لأن الأطفال هناك كانوا بيتعاقبوا بقسوة شديدة جدا. وبعد سنين انضم أتيلا للجيش واتدرب على استخدام الأسلحة، وبعدها اشتغل حارس في سجن. وفي يوم شاف 2 مساجين بيحاولوا يهربوا، لكن ما قدرش يضرب عليهم نار، لكن في ضباط تانيين قتلوهم. وفضل أتيلا يفكر ازاي الناس ممكن تكون قاسية كده. وفي اليوم ده قرر يهرب من الجيش، وفعلا هرب وهو متعلق تحت عربية القطر باستخدام حزام. وبعد رحلة صعبة وصل أخيرا لبودابست، وبدأ حياته الجديدة هناك، وقرر يحقق حلمه في لعبة الهوكي على الجليد، لكنه ما كانش معاه مكان يعيش فيه، فاشتغل في التنظيف علشان يلاقي مكان يقعد فيه جنب تدريباته. ومع الوقت بقى صديق للاعبين التانيين في الفريق، وخرج معاهم في نزهة، وهناك شاف بنت واعجب بيها من اول نظرة، فراح واتكلم معاها وعرف ان اسمها كاتا. وبعد كده خرجوا سوا يتفرجوا على فيلم، لكن اتيلا ما كانش معاه فلوس حتى عشان يشتري فشار، وده خلاه يحس باحراج شديد، وكان لازم يبقى مواطن في البلد عشان يقدر يشتغل بشكل قانوني. فراح لمكتب الهجرة، لكنه عرف انه لازم يجيب اوراق من بلده الاولى، والرجوع لبلده كان صعب جدا بالنسبة له، والمبلغ اللي معاه ما كانش كفاية. وأتيلا وعد إنه هيحاول يجيب باقي الفلوس بأي طريقة. وبعد ما خلص التدريب رجع البيت وشاف في الأخبار إن الدكتاتور في بلده مات، وده خلاه يقلق أكتر لأن الأوراق هتاخد وقت أطول. وفضل أتيلا قلقان وخايف يتمسك ويرجع تاني لبلده. وبعد كده راح لبيت كاتا عشان يتعرف على أهلها، ولما أبوها سأله عن شغله ومستقبله ما كانش عنده إجابة، خصوصا لما عرف إن كاتا شغلها كويس، وده زود إحراجه أكتر. وبعد أيام راح مكتب بريد ولاحظ إن مفيش حارس أمن، وهنا جات له فكرة السرقة، فاشترى شعر مستعار ومسدس مزيف عشان يتنكر، ولبس زي ظابط. وقبل ما يدخل شرب ازازة ويسكي عشان يهدي اعصابه. وبعد لحظات قدر يحبس الموظفين في أوضة وسرق كل الفلوس، وبعدها هرب من أنفاق القطر ورمى هدومه علشان ما يسيبش وراه أثر. ولما رجع البيت اكتشف إنه سرق مبلغ كبير جدا وسدد ديونه واشترى عربية. وبعد شهور قابل كاتا تاني، ولما سألته عن اختفائه قال لها إن هو كان بيحاول يكسب فلوس عشان يثبت نفسه، وده طبعا خلاها تبقى سعيدة جدا. لكن بعد فترة خلصت الفلوس وبدأ يفكر في سرقة أكبر، واستخدم المرة دي دراجة نارية عشان يهرب بيها. وبعد السرقة شاف حارس امن وخبطته عربيه، لكنه نط في النهر وقدر يهرب. ومن اليوم ده بدا اتيلا يسرق بشكل مستمر، وقبل كل سرقه كان لازم يشرب ازازه الويسكي بتاعه، وعلشان كده اتيلا اتشهر باسم قاطع الطريق ويسكي. وبعد فتره بقى غني جدا. مش بس كده، ده كمان سافر مع كاتا في رحله حول العالم. ومع زياده سرقاته الشرطه طبعا زودت الاجراءات اكتر، وفي مره اضطر يستخبى فوق سطح بنك لحد ما النهار يطلع عشان يهرب. ومع الوقت بقى مشهور جدا، وبدا يستخدم جزء من فلوسه لمساعدة الفقراء، وبقى شخصية معروفة عند الناس. وبعدها اتعرف على جيزة ابن مدرب الهوكي، وبعد شجار بينهم في مباراة قربوا من بعض، وقرر أتيلا يخليه معاه في السرقة. وفي أول عملية ليهم نجحوا، لكن جيزة حكى لأصحابه عن السرقة، وده خلى أتيلا يغضب جدا وخاف لحد يكتشفه. وبعدها نفذوا سرقة تانية، لكن حصلت مشاكل واضطروا يهربوا في اتجاهات مختلفة. وأتيلا هرب بعد حادثة عربية، لكن كاتا شافته مصاب وبدأت تشك، وبعدها خططوا لسرقة أكبر بكتير. لكن الشرطة حصرت البنك وتم القبض على جيزة، بس برضه أتيلا هرب. وجيزة فضل ماسك نفسه ومش راضي يتكلم مع الشرطة، فضل قاعد يجي 3 ساعات زي ما اتفقوا. لكن بعد ما الوقت عدى وما جاش أتيلا اعترف بكل حاجة، ووقتها الشرطة قبضت على أتيلا. وبعدها كاتا زارته في السجن، لكنه اكتشف إنها سابته وبدأت حياة جديدة. وفي مواجهة أخيرة بينه وبين الضابط حاول أتيلا إن هو يهرب من السجن باستخدام كابل، لكن اتقبض عليه تاني. ومع ذلك قرر إنه مش هيستسلم، ووعد نفسه إن مهما يحصل كده كده مش هيقعد في السجن ده. محاولة هروب فشلت، هجرب تاني. المحاولة التانية فشلت، هجرب تالت. وفضلت على كده بقى. ولحد هنا يا صديقي بتنتهي القصة بتاعتنا، بعد رحلة طويلة من الهروب والمخاطرة، من شاب فقير لمجرم مشهور هز البلد كلها، أتيلا والويسكي.